ازيكم عاملين ايه؟ ليكوا وحشه. دلوقتي اوبر بتعمل ايام فيها بونص وايام ما فيهاش بونص. امبارح كان في بونص، النهارده ايه؟ النهارده يوم 13 اللي هو الاثنين تقريبا. فالنهارده ما كانش فيه بونص اهو شغال. فانا بعمل ايه بقى دلوقتي؟ الايام اللي فيها بونص بختار طبعا اقل بونص، لان انا من كذا تجربه ما باخد بونص عالي بيبقى صعب قوي، بيبقى هو مغري، بس هو اسعارهم اجمالا كويسه، يعني اقل واحد برضو معقول. فانت ما تتغرش في الاسعار العاليه، البونص الكبير، وفي الاخر مش هتعرف تعمله، لان في اوقات كده بتنمل خالص ومبقاش في مشاوير، وحاجه صعبه جدا. تحس بقى انك هتبقى على اي مشوار كده هتتجنن. فخليك على البونص القليل واشتغل عليه، وحاول ايه انك تخلصه. بيبقى فيه برضو 4 مشاوير بعد كده تكمله للبونص الكماله بتاعته. فانت لو حابب تخلص مثلا 9 مشاوير مثلا عليهم 200 جنيه، بعد كده في 4 مشاوير تانيين بيبقوا عليهم 100 او عليهم 90 او 100 وحاجة، حسب يعني كل مرة بيختلف شوية. فبيبقى معاك 4 اضافي تقدر لو انت قادر تكمل، ولو انت في شغل ماشي تاخدهم. فانا بعتمد على البونص الصغير والجزء الاساسي، فبحاول انجزه وبنجزه على طول، ايه، بنزل بدري واخلصه. طيب زي النهارده بقى مفيش بونص، فبعمل ايه؟ بس في بوست بتسجل فيهم كلهم، وبنزل اختار بقى مشاوير لحد ما تكون كبيرة ويكون سعرها كويس، عشان اريح دماغي، لان انا خلاص بقى النهارده مفيش بونص. فاشتغل بقى ايه، ماليش عدد مشاوير معين. فانا بحاول اخد المشوار اللي يكون كبير وسعره كبير، يجزي معايا ايه مشوار في 2 في 3، الاقي نفسي ايه لميت نفسي. لان مش هحتاج بقى ادور على مشاوير صغيرة عشان احاول انجز البونص ده. فده بالنسبة لي بيكون احسن من الايام اللي هي ايه فيها بونص. يعني الايام اللي ما فيهاش بونص بحاول اخد مشاوير كبيرة بسعر احسن، والايام اللي فيها بونص باخد مشاوير صغيرة، وكده كده المشاوير الصغيرة اسعارها بتكون ايه كويسة. مع البونص فبيظبط. انما دلوقتي مفيش بونص، هاخد ليه مشاوير صغيره واقف واعمل وبتاع و50 جنيه هنا ومش عارف ايه؟ انا عايز اخد بقى مشوار 150 200 جنيه وهكذا، 3 4 مشاوير، الاقي نفسي ايه ظبطت. ما ان كده كده ما فيهاش بقى حاجه اشغلني بقى بعدد الرحلات. انا بعمل بونص رحلات صغيره عشان اعمل تارجت عدد الرحلات المطلوب مني واخد البونص بس. فدي كانت نصيحه من ان انا ايه ملاحظها. فانت خد بالك قبل ما تنزل يوم ما فيهوش بونص، اعمل زي ما انا بقول لك كده. يوم في بونص بقى كل الرحلات الصغيره عشان تنجز معاك، عشان لو اتلطيت اصلا في مشوارين كبار واغروك هتلاقيهم خدوا من وقتك، واليوم ضرب معاك ومش هتعرف اوقات تلم البونص بتاعك، خصوصا لو انت كمان مختار بونص كبير شويه. فدي نصيحتي. وطبعا تختار البونص الصغير وجرب، يعني انت جرب مره كده وجرب مره في الوسط وجرب مره في العالي وشوف. وبرضو حسب اليوم، طبيعة اليوم نفسه بتفرق. في يوم بيبقى يكون في حركة، وفي يوم برضو بيكون هادي. يعني ممكن تاخد يوم في البونص الصغير ده ويكون في حركة تنجزهم كده، يعني على الظهر كده تكون مخلصهم لو انت نازل الصبح مثلا الساعة 7 ولا حاجة. وفي يوم تاني ممكن يكون انت واخد البونص الصغير تفضل طول اليوم لحد بالليل بتخلص فيه بالعافية. فبرضو كل يوم حسب ايه الضغط اللي فيه والريت اللي فيه، حسب الطلب بس. فهي مش محكومة بحاجة معينة وكلها أرزاق يعني. فأنا حبيت إيه أقول لك على النظام اللي أنا ماشي بيه، لعل وعسى ممكن يفرق معاك لو أنت ما مش عارف أو ما جربتش كده، فلقيت دي أنسب حاجة يعني. فأنا بشاركك التجربة. في ناس عارفة كده وفي ناس أحسن يعني من دي. فأنا بفهم على قد ما أنا مجرب وفاهم بس. وإن شاء الله أدينا نكمل شوية في الفيديوهات. معلش قطعت عنكم فترة كده، وهنكمل تاني بعون الله. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.